وحيد بن عبد السلام بالي عفى الله عنه. أجيزكم أيها الحاضرون وأيها المستمعون الآن عبر البث المباشر بكتاب مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى إجازة خاصة وبكل ما تصح به روايته إجازة عامة. الله أكبر. بارك الله فيكم. وأنبه إلى أنني سمعت الكتاب كاملا على فضيلة الشيخ محمد سليمان الجيلاني بجميعه بإسناده عن الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي إلى نذير حسين إلى الإمام الدارمي، ثم أرويه عاليا بدرجة بالإجازة فقط دون سماع من الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي والشيخ ثناء الله والشيخ الصورتي أحمد الصورتي وغيرهم من أهل العلم. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. والآن مع فضيلة شيخنا الشيخ أبو بكر الحنبلي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن قائد الغر المحجرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. فإني أجيزكم في مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي، وقد أجزت فيه من فضيلة الشيخ العلامة عبد الوكيل بن عبد الحق، ولم أتشرف بسماعه إلا في هذه المرة، فأنا أجيزكم بإجازتي. وأما الآن فسندي يكون من مشايخ الكرام، نسأل الله أن ينفع به. قبلنا إجازة. معكم الشيخ عماد الجيزي سيجيزكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأسأل الله أن يكون ذهابنا وإيابنا ومجيئنا ابتغاء وجهه تعالى، وألا يكون حظنا الشهرة والسماع. فإن هشاما الدستوائي رحمه الله قال: لا أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله. قال الذهبي: والله ولا أنا. وكان يقول: رددت أني نجوت من هذا الحديث كفافا لا لي ولا علي. فإذا كان هذا يقول هشام ويقول الذهبي، فما عسى أن يقول الفقير الذي هو بين أيديكم. فأسأل الله أن أكون إنما جئت محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون في معية شيخنا حفظه الله. لم أسعى في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قديمه وحديثه، لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. نحن فاتنا أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعلل أنفسنا ونصبرها بسماع حديثه. وكان الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه لما ختم كتاب الشمائل قال: أخلاي إن شط الحبيب وربعه، وعز تلاقيه وناءت منازله، وفاتكم أن تبصروه بعينكم، فما فاتكم بالسمع هذه شمائله. فنحن فاتنا أن نتشرف بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنصبر أنفسنا بالالتفاف حول حديث عل الله أن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأما أمر الإسناد فهو بين أيديكم، وأقول: أجزتكم بهذا الكتاب إجازة خاصة وبما يصح لي وعني رواية عامة مطلقة تامة بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قبلنا إجازتك، جزاك الله خير. والآن مع الدكتور أحمد شمس يجيزه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. بعد شكر الله تبارك وتعالى أشكر لفضيلة شيخنا الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، كما عودنا في هذه المجالس الطيبة المباركة أن يجمع لها المحبين وأهل العلم من كل مكان. وأشكر فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي وأخوي الكريمين الشيخ عماد الجيزي والشيخ مصطفى رفعت، وأشكركم جميعا أهل هذا المسجد وإخواني في الله تبارك وتعالى الحاضرين. وبعد، فقد أكرمني الله تبارك وتعالى بسماع غالب الكتاب أو أكثر من نصفه
على شيخنا الشيخ العلامة المحدث حافظ بن سناء الله الزاهدي رئيس الجامعة الإسلامية صادق أباد. أجازني بباقي فسمعت أكثره، وأجازني بالباقي سماعا بهذا الكتاب سنن الإمام الدارمي أو مسند الدارمي. أما بالإجازة العامة فيعني قد أخذتها عن كثير من أهل العلم، وهذا يعني موجود لمن أراد. أسأل الله تبارك وتعالى، وقد أجزتكم به إجازة خاصة، وما تصح لي روايته إجازة عامة. قولوا قبلنا والحمد لله. إجازتك جزاك الله خيرا. والآن دكتور مصطفى رفعت يجيز الحاضرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد